أيد رؤاه يعني الكاتب يعني بعض يعتبره أدب للجحيم والآخر يعتبره أدب للتجربة. أنا أعتبره أدب للتجربة، كون أنه الكاتب يعني بالثمانينات فرض عليه أن يكون جنديا، فلازم أنه يعيش هاي المرحلة ويوثق لهذا التاريخ، سواء يعني قبل الناقد أو ما قبل، سواء يكون هذا الأدب وطني أو ما يكون، سواء هذا يكون مجد لفترة الدكتاتورية أو ما مجد. هو أدب يعني عاش الحالة وعشناه يعني سواء بمرارة سواء شئنا أم أبينا، لابد يعني الكاتب لابد أن يكتب. وأنتم تعرفون أنه أجمل ما كتب في الأدب العالمي هو أدب الحرب. صح. يعني الدون الهادئ، الحرب والسلام، ليلة لشبونة، الساعة 25، يعني أجمل من يعني هي القصة الخليقة يعني مال شو اسمه هذا الإغريقي هيروديتا، يعني حرب طروادة والملاحم والأساطير. هي الحرب بحد ذاتها موضوعة كونية يعني. بالضبط، هي موضوعة كونية، وهي تقودك للتفكير بالسلام، للتفكير بالحب، للتفكير بالغرام، للتفكير بالزهد، للتفكير بالصوفية. ولذلك أعتقد أنه أدب الحرب هو يعني فترة غنية ناضجة رغم مساوئها، يعني الصالح يبقى والطالح يطلع. بالتسعينات هاي يسموه أدب المرارة اللي هو أدب الحصار. السلام عليكم. السلام. هذا كتب بورق، ليس بورق هذا العادي، كتب على ورق بطاقات التموين، يعني وحتى هذا المعنى كافي، لأنه هذا يتحدث عن ما يعني عانى العراقي. إذا أنتقل منك بهذا الوصول للتسعيني حتى أنتقل للأستاذ محمد يحكي لنا طبعا نفس